الأميرة فوزية وصور لمراحل عمرية مختلفة في الجزء الخاص بإيران، ونقول يا سادة يا كرام، ولا يحيى الكلام إلا بذكر الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. سمعوني كده عليه الصلاة والسلام. الأميرة وصلت في موكب واتعمل لها مواكب استقبال ومراسم ملكية وإمبراطورية، وكانت معاها الملكة نزلي شوية وسابتها ورجعت للمملكة المصرية. جميل جميل. وبعدين شهر العسل يا سادة يا كرام كان بينشر على صفحات الجرائد والمجلات، وزي ما انتوا شايفين هو ماشي قدامها أو هي ماشية وراه أو هي ماشية قدامه وهو ماشي وراها. هنلاقي صور في الغابة وصور وهي بتصطاد وكل واحد لوحده. ما تسألونيش ازاي، هي دي الصور اللي صدروها للإعلام. طيب المجموعة دي فيها برضه صور اتكررت قبل كده في المجموعة الخاصة بأميرة الأحزان، ما كلها كانت في إيران. بما إن احنا جايبين المرحلة الخاصة بإيران، هنجيب بعض الصور لبعض جلسات التصوير اللي حصلت هناك، لكن اللي عايز المجموعات كاملة بيتفرج عليها مع أميرة الأحزان. طيب وبعدين احنا قلنا قبل كده التاريخ ممكن تقرأ ما بين سطور وممكن تقرأ ما وراء الصور. المجموعة هنا هتقرأ ما وراء الصور. الابتسامة التي اختفت وراء كمية من المكياج وماسك من آه، الدبلوماسي، يعني حتى البسمة الدبلوماسية لا تظهر فيه، مفيش غير ابتسامة قايلة للسقوط في كذا صورة. فيما عدا ذلك الحزن يصرخ ألما. في مجموعة صور الأميرة الحزينة، الأميرة فوزية في إيران، يمكن هذه الزهرة الجميلة شاهيناز هي دي كانت البسمة الوحيدة في حياة الأميرة فوزية هناك. مش مصدقيني، اهي الصور لوحدها بتفسح وتتنزه في غابة إيران لوحدها، وهتلاقوا دلوقتي شاهيران بتصور بالبدلة العسكرية والبندقية وهي بتحاول تصطاد. فيعني الصور تتحدث عن نفسها. الأميرة ما كانتش بتتحدث، ما كانتش بتشتكي، ما اشتكتش من حماتها تاج الملوك ولا عمتها أشرف الملوك ولا أخته شمس الملوك. لأ، هي تحملت في صمت ولم تخرج سر قصرها. أول زي ما احنا بنقول في مصر سر بيتها برا يعني. كانت تربية ملكية، أميرة على حق، أميرة في الخلق وأميرة في الجمال وأميرة في التربية وأميرة في حتى الشكوى. لما تسأل عن شخص تقول ما يميزه ولا تقول ما يعيبه. آه، إيه، سيناي بنت يوسف شعبان اللي هي حفيدتها لما اتكلمت عنها قالت إنها قليلة الكلام ولا تتحدث في الحاجات غير لما تسأل. وهنا قالت على سر الشبكة الملكية، اللي يحب يعرف السر والشبكة راحت فين يتابع الجزء الخاص ب أغلى شبكة في العالم، شبكة الأميرة فوزية. دي مجموعة من جلسات التصوير الخاصة بالأميرة فوزية في إيران مذكورة كاملة. يعني شوفوا فرق والله، الجمال فعلا بتاعها اختلف. آه، الحدة في الجمال الصارخ من جمال فاتن لجمال حزين جمال يصرخ ألما. لعودة الابتسامة ليها في بعض الصور، ومرحلة العودة لمصر يبقى مختلفة تماما. الصور اللي هي كبيرة دي خارج إيران، بس كان فيها جزء عزيز جدا من إيران، وهي بنتها شاهيناز. وده اللي بيجمع الوطن والوطن في شخص. آه، أرجو إن المجموعة كلها تكون نالت إعجابكم. هنشوف بعد كده المجموعة الخاصة بعودة الأميرة وعودة الابتسامة ليها في مصر، وظهور فارس الأحلام إسماعيل شيرين، وقصة الحب اللي الجديدة في حياة الأميرة الحزينة
الأميرة فوزية. فاستودعكم الله على أمل في لقاء جديد. ومعلش يا جماعة لو كانت الألفاظ مش واضحة أو إن الكلام مش واضح، فأنا بعتذر لكم وبقول لكم إن ده فلتر صوت اللي أنا اخترته يركب على صوتي، لأني لا بظهر بالصوت ولا بالصورة، فده فلتر صوت يا جماعة. وأنا مصرية وبتكلم مصري وألفاظي مصرية ومخارج ألفاظي مصرية، فمعلش اعذروني